السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا حلو بالقوي زي ما انتوا شايفين كده. الجمال ده كله عملناه وبكوبايتين دقيق بس. طبعا لما سألت على دستة الجاتو عرفت ان هي في ب140 و160 و180 وفي بيوصل لل200 كمان. قلت طب وليه؟ طب ما تعالوا نعمل بقى الجمال ده كله، وهنرمي 20 قطعة جاتو كده وبكوبايتين دقيق بس موجودين عندنا في كل بيت. يلا بينا عشان نشوف عملنا الجمال ده ازاي وعملنا كل الكمية دي ازاي. في البداية هنبدأ ونقول بسم الله. هنجيب الطبق بتاعنا ونحط فيه 3 بيضات، وعليهم كمان مج من السكر، المج العادي خالص بتاع الشاي. وعليهم طبعا مادام في بيض يبقى لازم نحط فانيليا. حطينا كيس فانيليا كده عليهم. ونجيب بقى المضرب الكهربي ونبدأ ان احنا نخلط كل المكونات دي مع بعض. طيب لو ما عندكيش المضرب مفيش اي حاجة هتوقفك، هاتي الخلاط وحطي فيه كل المكونات دي وابدأي اشتغلي. اهم حاجة ان البيض يوصل معاكي للدرجة البيضة اللي انت شايفاها دي. يعني هنخلطه في الخلاط حوالي 10 دقايق كده لحد ما يوصل للبياض اللي انت شايفاه ده. وعليهم بقى ربع مج كده من الزيت واحنا بنخلطه لحد ما خلاص ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. تعال نركن كده البيض على جنب، ونجيب كده مجين برضو نفس المج اللي احنا بنعاير بيه، مجين من الدقيق وعليهم كيس من البيكنج باودر، ونقلبهم كده على بعض كويس قوي. وبعد كده هننزل بالدقيق على البيض وهنقلبهم كده تقليبة سريعة بالمعلقة العادية. وبعد ما نقلبه هكون محضرة كده مج كده الا ربع من الحليب. هنزل بالحليب كده على خليط الكيك زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنجيب المضرب تاني ونبدأ ان احنا نضرب كل المكونات كده مع بعض. خدي بالك انا مش عايزاكي تحطي الدقيق في الخلاط، بلاش، علشان بس يعني الكيك ما يطلعش مكتوم معاكي. لا، حطي الدقيق كده كده في البولة بتاعته. وبعد ما تخلطي البيض مع السكر والفانيليا في الخلاط صبي المكونات السايلة على الدقيق، وبالمضرب اليدوي العادي اللي عندك ابدأي ان انتي حركي كل المكونات لحد ما تتجانس مع بعضها كويس جدا، والدقيق يختفي في وسط المكونات كده. وخلاص كده نكون خلصنا معجون الكيك بتاعنا. كده خلاص خلصناه. جبنا بقى الصينيه بتاعتنا بتاعت الفرن اللي هي الكبيره شويه، عشان انا عايزه القطع تكون قطع يعني رقيقه من الكيك، يا دوبك على قد الاكل. بدات ان انا طبعا حطيت فيها ورقه زبده ودهنتها بالزيت، وحطيت كده خليط الكيك كله فيها، وبدات ان انا اوزع بقى الكيك كده بالمعلقه في الجوانب بتاعه الصينيه. وفي الوقت ده طبعا مسخنين الفرن كويس قوي عشان ندخل وما ياخدش معانا وقت كبير. خدوا بالكم الكيك بتاعي كده كده يعني رقيق، فمش هياخد وقت كبير في الفرن. قبل ما ادخل على الفرن هضربه كده ضربتين في الارض عشان يطلع كل الهواء اللي فيه، وندخل على الفرن على طول. هيقعد حوالي ربع ساعة، خدي بالك منه علشان ما يلسعش منك من تحت. بصوا ما شاء الله واخد لون حلو جدا والكيك هش جدا، اللهم بارك. هنسيبه يبرد كده وتعالوا نعمل الكريمة مع بعض. هنجيب الطبق بتاعنا، وكان عندي 3 أظرف كده من الكريمة، بدأت ان انا افضيهم كده في الطبق بتاعي. وفي الوقت ده هكون محضرة مية في الفريزر، يعني مج مية كده حلو في الفريزر نحطه، علشان انا عايزة المية تكون متلجة. ونزلت كده بمج المية على الكريمة، وبدأت ان انا اضربهم برضو بالمضرب كويس قوي لحد طبعا ما يتقل معايا كده ويديني قوام الكريمة العادي اللي احنا عارفينه. كده خلاص خلصنا الكريمة. تعالوا بقى نجيب الكيك ونبدأ ان احنا نشتغل بيه ونشوف هنحضره ازاي عشان نعمله قطع الجاتو اللي احنا شفناها. طبعا شلناه من الصاج بتاعه، ونبدأ ان احنا بقى الاطراف اللي هي واخده لون غامق شوية دي نبدأ ان احنا بالسكينة كده نشيلها. خدوا بالكم الاطراف دي انا مش هرميها، يعني الاطراف دي بعد كده هنعملها اكواب جاتو هتبقى حلوة جدا. هنشيل بقى كل الاطراف كده من كل الجوانب. طبعا لسه ورقة الزبدة انا لسه ما شلتهاش. هنقلبه ونشيل ورقة الزبدة بقى من تحت، وبعد كده نبدأ ان احنا نقلبه تاني عشان نبدأ نشتغل على الوش اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما شلنا ورقة الزبدة هنجيب شوكة وابدأ ان انا يعني اديله كده ثقوب كده من فوق، يعني اخرم فيه كده من فوق. وعملنا بقى يعني مية بسكر، لو انت عندك مثلا 7
سقسقيه كده بيه. انا عملت ميه بسكر كده وبدات ان انا اسقسق بيه. طبعا الخطوه دي مهمه قوي عشان تخلي لي كمان الكيك هش اكتر ما هو يعني طري وجميل. وجبنا بقى الكريمه اللي احنا عملناها مع بعض وبدات ان انا اعمل بقى طبقه كريمه كده من على الوش زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنوزعها في كل الجوانب بتاعه قالب الكيك اللي احنا عاملينه ده، ونسويها كويس قوي. وعشان نسويها ونخليها كده يعني واخده سمك واحد كده، نجيب السكينه ونبدا ان احنا بالسكينه نمشي كده لحد ما تنعم معايا خالص، ويكون الوش كله ما فيهوش اي بقى ايه تعرجات كده ولا اي حاجه، يبقى متساوي يعني زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما حطينا الكريمه هنشيل برضو الاطراف كده من الجوانب عشان يكون الكيك متساوي من كل الجوانب زي ما انتم شايفين كده. بصوا الاطراف اللي طالعه، طبعا اطراف حلوه جدا ما ينفعش انها تترمي خالص، هنعمل بيها ان شاء الله اكواب من الجاتوه. تعالوا بقى نشوف احنا بنقسم ازاي. طبعا عينيكي بتبقى مقياس وتبقى عارفه المقاس اللي انت عاوزاه للقطعه. خدي بالك انا بنزل بالسكينه وبطلع بيها من تحت، ما بطلعش وبنزل بالسكينه علشان بس ما تعمليش شكل مش حلو في القطع اللي انا بقطعها. وطبعا عينك مقياس، يعني عينك هتبقى المقاس بتاعك اللي انت هتقطعي على اساسه عشان كل القطع تطلع متساوية زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بدأت ان انا نخلص اهو القطع اللي قدامنا، عملنا اهو 4 في 5، يعني عملنا 20 قطعة من الجاتوه. حطينا بعد كده بقى الكريمة في القرطاس بتاعنا الوردة العادي، وجزء من الكريمة كنت عاملاه بمعلقة من الكاكاو كده عشان يطلع يعني كريمة شوكولاتة. وبدأت ان انا طبعا احط كده الوردات دي زي ما انتوا شايفين، وكان عندي صوص بقى شوكولاتة وصوص كراميل. حطيت كده اشكال مختلفة كده على القطع الجاتو. طبعا لو ما عندكيش ممكن انتي لو عندك بقى قطعة شوكولاتة ولا حاجة تسيحيها وحطيها في كيس كده وابدأي ان انت زيني بيها، هتطلع شكلها حلو جدا وهتديكي في الاخر يعني المنظر الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. كان عندي كمان كريز، بدأت ان انا اقطع الواحدة 2 كده واحط كده على الوردات بتاعة الجاتوه. طبعا ادتنا شكل احلى كمان لقطع الجاتوه. بصوا ما شاء الله، يعني عملنا كمية حلوة جدا وما كلفتناش كتير ولا حاجة، يا دوبك هو كوبايتين الدقيق والبيض وخلاص كده عملنا احلى جاتوه. وبصوا ما شاء الله عملنا عدد حلو جدا وكفينا البيت كله ما شاء الله، ولا صرفنا بقى ميتينات ولا اي حاجة. كل حاجة دلوقتي ان شاء الله هنعملها في البيت وهتطلع احلى كمان من بره. دي كانت قطع الجاتوه اللي عملناها مع بعض النهارده، وصفة حلوة جدا وسهلة جدا. يلا بقى جربي وقولي لي ان شاء الله رأيك، وقولي لي يا ريت تقولي لي انت بتتابعيني من اي بلد. دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون حازت اعجابكم. اوعوا تنسوا بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وسلام عليكم.